السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم هدى محمد، والنهاردة هنعمل مع بعض مشروب حلو قوي قوي يرفع المناعة للكبار وللأطفال. طبعا الناس كلها دلوقتي عندها برد وتعبانين، فهنعمل وصفة حلوة جدا جدا ومشروب يا رب يعجبكم وبالشفا إن شاء الله. كلكم يا ريت تجربوه. أنا معايا برتقانة قطعتها وقشرتها زي ما انتم شايفين، وليمونة قطعتها بالقشر بعد ما غسلتها، وقطعة من الجنزبيل الفريش زي ما انتم شايفين كده، ومعلقة صغيرة من الكركم. ده شكل الجنزبيل الفريش عشان تكونوا عارفينه. معايا بقى كل الحاجات دي هاخدها مع بعض كده على الخلاط. وخدوا بالكم الليمون يكون بقشره، ليه؟ عشان القشر فيه زيوت وحاجات انا محتاجاها. مفيدة جدا جدا لأدوار البرد ونزلات البرد وتقوية المناعة والكلام ده. والبرتقان طبعا أنا قشرته. تقدري تحلي المشروب ده بالعسل لو انت بتشربيه كوقاية. اما لو حد تعبان وعنده كحة فيا ريت نشيل العسل ونشربه كده، هيكون هو طعمه جميل كمان، مفيش اي مشكلة فيه ولا مر ولا فيه اي حاجة، وهنصفيه هيبقى زي الفل. نزلت بقى بحوالي 3 كوبايات من المية زي ما انتوا شايفين كده على الكمية اللي انا عملتها دي. ضربته في الخلاط كويس جدا وصفيته زي ما انتوا شايفين. وهاخده بقى ايه اسقيه للولاد واشرب منه. واي حد كده لو شربتيهم كل يوم الصبح كده قبل ما ينزلوا مدارسهم ولا حاجة، بصراحة تحفة جدا. اعمليه فريش كده في ثواني، مش هياخد منك وقت. وزي ما قلت لكم برضو اللي عنده كحة ما يحطش عسل. لو الولاد كويسين وتمام حطي معلقة عسل جميل عشان يستفادوا اكتر. مشروب تحفة، طعمه بجد جميل جدا، جربوه. والكركم طعمه مش باين خالص، بالعكس بيفيد بيزود المناعة زي ما انتوا عارفين الكركم وفوائده. يا رب تكون وصفة عجبتكم. متنسوش بقى لايك وشير للفيديو، ولو انتوا اول مرة بتشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة. سلام عليكم.